سلام حبيباتي، وش راكم؟ وش احوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس ومتهنيين وبصحه جيده. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم، صليوا ونسلموا كامل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. وش راكم حبيباتي؟ طمنوني عليكم، وش احوالكم مع الامتحانات؟ ربي ينجح كامل وليداتنا وربي يوفقهم. وصفتنا نهار اليوم هي وصفه مسمن بطريقة ولا أروع، يعني مسمنات هذو ناجحين 100%، خاصة للمبتدئات. تابعوا معايا الفيديو الأخير وما تنساونيش حبيباتي بجام وابوني وبارطاجيو لي الفيديو. نروحوا دركا المقادير. هنايا عندي كيلو دقيق. انا يعني هنايا بصراحة يعني المسمن هذا كنت درتو انايا ومرت سلفي، يعني نعتت لي الطريقة هذه والوصفة هذه راهي ناجحة 100%. هنا درنا كيلو دقيق والفارينة هاي يعني قلت لها ناقصة شوية فارينة. كما راكم تشوفوا زادت كيلو فارينة. الكيلو اللي تكيلي بها حبيبتي دقيق كملي بها الفارينة. يعني هنايا درتنا كونتيتي يعني لاباس بها. كما راكم تشوفوا نخلطوا الدقيق تاعنا والفارينة هكا بالمغرف، ونديروا مغرفة كبيرة سكر، حرش سكر تاع الماكلة هكذا باش يجيو المسمنات تاعنا حمر. والملح حبيبتي حسب لا كونتيتي تاعك، يعني عينك ميزانك الملح. ودركا هنايا ديري كاس حليب دافي، حليب دفيه شويه حبيبتي، وخلطي دركا هكا بيدك باللي هكا بالحليب كما راكم تشوفوا. هنا اللي عندها العجانه ديري حبيبتي في العجانه، ما عندكش العجانه ديري بيدك، يعني ما كيش راح تعجني بزاف، يعني الوصفه هذه ما تتعجنش بزاف ونتيجه ولا اروع حبيباتي. كما راكم تشوفوا هنايا شعلت البيترا راهي تتخلط. كي تخلط لنا شويه دركا بدات تبل فيها بالماء، يعني الماء كما راكم تشوفوا عينك ميزانك حسب لا كونتيتي يا حبيبتي اللي راكي حديريها. شوفوا القوام تاع العجينه حبيبتي، ما تجيش جاريه طون وما تجيش يابسه، شوفوا مليحه. دركا هنايا تعجنت حوالي 5 دقائق 6 دقائق هكا كما قلت لكم، يعني الوصفه هذه والله العظيم ما تعجنت بزاف، والنتيجه ما نكذبش عليكم كما شفتوها في الفيديو الاول، نتيجه ولا اروع. دركا هنايا ديري العجينه تاعك هاك في الساشي وحطيها تركح حوالي ربع ساعه 20 دقيقه، قد ما تركح العجينه تاعك تجي هايله وتمشي وحدها. دركا هنايا حطينا هذا الساشي تاع السنيات، ولا ديري بلاطو ادهنيه بالزيت. ودركا بدا يلوزي يا حبيبتي. اللوزه هنا كما راكم تشوفوا حنا درنا لوزات يعني كبار. ودركا نروحوا للطريقه هذه تاع التوريق، يعني طريقه جديده. حطينا مغرفه ونص زبده وحوالي زيت هكاك 3 مغارفه حبيباتي زيت، ومن بعد ديري عليها باكي خميره تاع الكاطو. لاستيس هذه يا حبيباتي راح تخلي المسمن تاعنا مورق ويجينا ولا اروع. دركا بالبرا كما راكم تشوفوا يعني ميكسينا هذا الخليط هكا بيان. شوفوا حتى تتحصلي على هذاك شغل اون كريم هكا، حطاتو هكا في الصحن. يعني الوصفه هذه ما نكذبش عليكم حبيبتي هي اللي نعتتها لي، كثر خيرها وربي يعطيها صحتها، والنتيجه يعني في الاخير ابهرتني النتيجه ما نكذبش عليكم. دركا هنا كي لوزنا خليناهم ثانيه ربع ساعه هكاك. ودركا هاي ليكم بدات تحل، قلت لها بدايتي الاولى باش نصور الحبيباتي نشارك معكم الوصفه هذه، بس عجبتني بزاف، وصفه سهله ونتيجه قلت لكم مضمونه 100%. هنايا حلت الورقه تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني الطريقه راهي واضحه. ودركا كي حلتها تبدا تدهن في الخليط هذاك اللي درناه تاع الزبده والزيت والخميره، ومن بعد طبقت جهه وزادت دهنت الخليط هذاك. هنا يا حبيبتي اللي تحب المسمنات تاعهم فيها دقيق، 5 مسمنات اخرين كي تحليها كتلقاه من داخل فيه الدقيق يجيك حرش، حنا ما بغيناهمش هكاك ما نكذبش عليكم. اللي تحب هذاك الدقيق دير في الخلطه هذيك تاع الزبده والاخر، تخلط مغرفه دقيق وتخلطها هكا بيان بالمغرف ولا بالباتور، يعني قلت لكم اللي ما عندهاش. والطريقه راهي واضحه حبيبتي. دوكا جبت البلاطو دهناته بالزيت
وحطينا المسمنات تاعنا. دوك نزيد معاكم حبه واحده اخرى، يعني كما قلت لكم راني نوضح للمبتدئات حبيباتي. وجربوا الطريقه هذه وادعيوا لي دعوه خير. هذا ما كان حبيباتي. حليها هكا شويه، خبزيها بيدك ومن بعد بدا يحليها. شوفوا العجين كذا ياخذ الراي، يعني عجينه روعه والله العظيم ما تعجنت بزاف وتحصلنا ما نكذبش عليكم. جاو مسمنات اخفاف بنان يهبلوا. هنا كما قلت لكم زات دهنت. دوكا هنا حبيبتي تبغي ديري في الزبده والاخر ديري الدقيق، ولا تبغي كي تخلطي تدهني ديري من الفوق هكا شويه دقيق وتبداي تطبقي الورقه تاعك كما راكم تشوفوا. تطبق وزيدي تدهني. وهاي ليكم هنايا هام المسمنات تاعنا جاو هايلين. نخليهم دوكا نروح نكمل المسمنات كامل. قلت لكم هي دير وانا ندير، قلت هكا باش نزربو نكملو، يعني درنا كونتيتي معليش لاباس بها. هنايا كي كملنا وركحوا هذوك المسمنات تاعنا، دركا راح تبدا تخبز فيهم بالوحده كما راكم تشوفوا. يعني العجينه راهي تاخذ لك الرايه حبيبتي تتحكمي فيها كما بغيتي. شعلنا طابونه تاعنا، يعني طيبت فوق لا كويزينيير، نار تكون متوسطه. شوفوا البنات كيفاه بدات تطلع، شوفوا حبيباتي يعني مبينين خفاف، يعني جاو هايلين. جربوا الوصفه هذه حبيباتي وما كمش راح تندموا على بالي، واي وحده راح تنجح فيها. يعني مع العشيه حبيبتي الغاليه ديري حبيبات مسمنات يجي وليداتك يشربوا بهم الحليب. شوفوا حبيباتكم تشوفوا كيفاه راهي كي تطلع. شوفوا يعني جاو هايلين يهبلوا. وش حنقول لكم، ديروه مع حبيباتي لوليداتكم اليامات هذو يامات الامتحان، نفرحوهم بسكي الولاد يشتيو الحوايج هذو. دي فوا ديري مسكوته ولا بسبوسه لي مادلان لي بانكيك لي كراب. والمسمنات هذو ثاني روعه والله العظيم مع الحليب ما يتشبعوش. هنايا نطيبوهم كما راكم تشوفوا. حطينا بلاطو فيه الصرفيطه وحطينا المسمنات تاعنا. شوفوا حبيباتي يعني الكعبه هذه كيفاه تنفخت، قد ما هي يقعدوا قد ما هي يركحوا ويجيو هايلين. روعه روعه روعه. هام ليكم هنا المسمنات تاعنا، يعني طيبناهم بقاو غير زوج كعبات هذوك. شوفوا هنا حبيباتي قلت لها هيا قسمي لهم وحده. يشوفوا مشتركاتي الغاليات كيفاه جا المسمن تاعنا، جا مسمن ولا اروع، خفاف وبنان وسهلين والله العظيم. في دقيقة تحضري مسمن والنتيجة توب توب البنات. شوفوا كيفاه جاو روعة روعة روعة. وهنا كي كملنا المسمنات تاعنا كامل هام ليكم هنايا. قالت لي هرواحي نتقهواو، يعني شربنا هنايا اللبن. قلت لها مسمنات مع اللبن ولا حليب كيما راكم تشوفوا هنايا، مع شويه عسل. اللي تحب العسل دير، اللي ما تبغيش العسل ما ديريش حبيبتي، لك الاختيار. هام لكم هنا المسمنات تاعنا جاو هايلين. وهنا يعني اللوزه حبيبتي حنا درنا لوزات كبار، انتي تتحكمي في القيس اللي بغيتيه تاع اللوزه تاعك. يعني هاو وصفه ولا اروع، تستحق التجربه. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها وتحطوا لي تطبيقاتكم في الجروب وتدعيوا لنا دعوة خير. هذا مكان. وهنا يعني انا كي رحت لها لقيتها شرات دقيق جديد وقالت لي استناي نجرب حبيبات تاع مقرود، وزاد دارت البراج وقالت لي ربحي نتقهواو بصحتنا وربي يدوم لمتنا. شوفوا هنايا كي درنا شويه عسل، يعني جاو هايلين حتى بلا العسل، سخونين وخفاف وتجي فيهم واحد القرمشه هكا، يعني الحليب يعطيهم واحد القرمشه هكا. وشوفوا كيفاه طابوا حمر يسخفوا. هنايا شوفوا يعني قلت لها سناي نزيدوا اقسمي الطرف ويشوفوا كيفاه جاو خفاف. روعه روعه روعه، يعني من كثرة بنتهم وخفتهم راني نشكر ونعاود عييت نسكت. وهاو ليكم البراج اللي دارات، وثاني جا براج هايل بنين يسخف، والمقرود ثاني جاي يسخف. يعني خدعنا برك شوي الطابع بس كي قاعده تطبع يعني الطابع تاعي ناقص. سينو جا مقرود يعني الله يبارك هايل.
هاي لكم هنايا تقص لكم البراش كيفاه جا معمر غرس بنين ومبسس، جاي يسخف يسخف. شهيتكم في الجنة حبيباتي، وانتم ثاني كيما راني نشارك ونحط لكم الوصفات السهلة والبسيطة والاقتصادية في متناول الجميع. انتم ثاني حبيباتي ما تبخلونيش بجام وابوني وبارطاجيو لي الفيديو هكذا باش تزيد تكبر لمتنا، وان شاء الله نحط لكم غير جديد. في امان الله حبيباتي.